ما تقلقش يا سليم بيه، حنان دي ست لكن ب100 راجل. ايوه يا حوده، بس افتكر صدقت كلامك. حنان دي بتصدقني طول العمر، ما ينفعش تيجي النهارده وتكتبني. ربنا يستر. ايه يا اسطى حوده جو دعاء الكروان ده؟ تراعي مشاعرنا يا عم، ده احنا مساجين وهربانين من الحكومه. عارف يا سليم بيه، حنان دي لو ما صدقتناش كانت عملت ايه؟ ما كانتش استقبلتنا ولا فتحت الباب من اصله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتوا البيت كله. اتفضلوا الشاي. ست الكل حنان. نورتوا الدنيا كلها. معلش البيت كله نايم، بس انا برضو هحضر لكم عشاء خفيف كده، شويه جبن، لكن بكره الغدا بقى هتاكلوا صوابعكم وراه. معلش يا مدام حنان، يعني لو هنتقل عليكي شويه. تتقل عليا ايه يا باشا؟ بيتي بيت حوده، وبيت حوده بيتي، يستقبل فيه اللي هو عايزه. اصيله يا ست العرايس حنان. تعيش يا مدام حنان. ايه مدام دي؟ انا اسمي حنان، واهل البلد هنا كلهم بينادوني يقولوا لي يا ام هند، بيترعبوا مني لو سمعوك كنت عمال تقول لي يا مدام يا مدام ياخدوا عليا. صح. ماشي يا ام هند. هو انت بنتك الكبيره اسمها هند؟ الحمد لله، عندي هند عروس على وش جواز، وعندي هاله، واخر العنقود بقى العسل هنا. ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. انا برضو ربنا رازقني ببنات، عندي ملك ورؤية. مش عارف عاملين ايه من غيري دلوقتي. ولا تخاف، ربك رب قلوب، وربنا بيقف مع الولايه. اسالني انا وليه وبربي ولايه، وربنا ناصرني اخر نصره. نخش في المهم بقى. انتوا جايين تقعدوا عندي هنا، طبعا البلد كلها هتتكلم مين الراجلين اللي قاعدين عند حنان في المزرعه. ما فكرتش انا في حاجه زي كده. بس انا فكرت فيها يا حوده. حنان، انت شفت الفيلم بتاع من حواء؟ فيلم من حواء ده، شفت رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز لما رشدي أباظة كان عامل فيها الدكتور، وجه هو والتمرجي بتاعه يعالجوا البهايم؟ ايوه ماشي يا ست الكل. مال الفيلم اللي انت بتحكيه بالبهوات اللي معايا؟ انت بتقول اي كلام. ايه اللي ماله ده يا حود؟ احنا لازم نتعلم من السينما، لازم نتعلم من الافلام. اما هما بيعملوا افلام السيما دي ليه؟ ما عشان الناس تتعلم وتتصرف. ما تيجي نمشي يا سليم بيه. اصبر بس. البيه القمر ده سليم بيه هيبقى الدكتور البيطري، واللفندي اللي جنبه اسم الله عليه حلاق البهايم. طب ما تشوفي لي حاجه تانية كده يا ست حنان. اشوف لك انت التمرجي بتاع البهايم. ماشي، انا تمرجي. تمرجي بقى؟ ما تنقي ملافظك بقى يا ست الكل. انا محافظه على ملافظي كويس يا ايوه، اللي انت بتقوليه ما يصحش يتقال قدام الضيوف. انا ما بقولش الغلط ابدا يا حوده. ما تلم نفسك يا حوده. خلاص يا حوده، خلاص يا حوده، مشي الدنيا. معلش يا حوده. لا، ما هو اصله بتسرح منه ساعات. معلش يا ام هند، معلش. كملي بس. احنا لا مؤاخذه يعني احتمال نطول شويه، الناس مش هترغي وتقول كلام كتير. برضه عملت حساب ده يا باشا. حنان عامله حساب كل حاجه. قعدتك تطول عندي اقول انك شريكي عشان نكبر المشروع ونطوره. ساعتها ما حدش هيسال انت قاعد هنا ليه، هتبقى قاعد في ملكك. صح. حنان نورت يا رامي. اتفضل تعالى نقعد هنا. معلش بقى انا سهرتك والجو برد يعني وانت شكلك اصلك من النوع اللي بينام بدري. لا ابدا، بالعكس خالص يعني. ايه يعني وتوض زي حالاتي؟ بالظبط كده. طب ايه رايك بقى في الشقه؟ مش احسن من الكافيه والدوشه وبتاع؟ ده بيتك ده يا تامر؟ حاجه زي كده يعني، تقدر تقول عليه مكان للنقاهه، استراحه. ايه يا عم مالك استغربت قوي كده؟ هنا تقدر ترتاح من اي حاجه تعباك. شاي ولا قهوه بقى عبال ما الواد شادي يجي؟ تشرب ايه؟ ماشي يا اي حاجه. ماشي يا عم، اعمل لك شاي اخضر معايا بقى. دي بقى اوضه الغفير. غفير؟ امال هو راح فين الغفير؟ هرب البعيد بعد ما سرقني. ساتر يا رب. اتفضلوا. انا بقى بالقيمه جبت غفير عشان يحرسني انا والبنات والبهايم، بدل ما يحرسني يا بيه قام سرقني. من ساعتها حلفت مش هدخل راجل هنا ابدا، وجبت بندقية وبقيت واقفه بنفسي بحرس بيتي. لا يا جدع يا مدام حنان، ربنا يكرمك. معلش لا مؤاخذه يعني، الاوضه مش قد المقام، بقالها سنين وسنين ما اتفتحتش. قضوا الليل والصبح هجيب النساوين يخلوها زي الفل. عايزين اي حاجه؟ تسلمي يا ست حنان. تصبحوا على خير. انت من اهل. جاهز؟
بس ممكن يا رامي معلش نيجي بالكاميرا كده شويه، عشان بس الازاز دي ممكن حد يفهمها غلط. طيب هي مش باينه. طب تمام ماشي، اوكي يا بعيده. تمام. اوكي يلا جاهز؟ جاهز. قول لي بقى يا تامر، هو انت عايز توصل لي او عايز تقول يعني ان هو كان مستقصدك من الاول مش كده؟ مظبوط، من اول يوم ليه في الاسم عندنا وحاططني في دماغه، وشادي صاحبي شاهد على كل حاجه. يا معلم حصل قدام عيني. طيب ماشي، ايه بقى السبب؟ هو كان يعرفك من الاول مش كده؟ ابدا، ولا عمري شفته قبل كده. بس هو يعني الظاهر كان سامع عن الحاج لطفي ابويا وكان عارف ان الدنيا متيسره وكده. انا اول مره شفت فيها سليم الانصاري كنت راجع بعربيتي بالليل وكان معايا شادي. وقفني بالعربيه وقال لي رخصك. انا قلت ما يجراش حاجه، يعني رئيس مباحث المنطقه عندنا، فطلعت الرخص اديتها له، ما بصش فيها اساسا. قعد بقى يبص للعربيه بتاعتي كده بنظرات غريبه ويقول لي بسم الله ما شاء الله، العربيه دي انت عامل فيها حاجات سبيشال اوردر. انا وشادي قعدنا نبص لبعض كده مستغربين يعني. فقلت له يا باشا بعد اذنك ممكن الرخص عشان نروح. فراح قايل لي باشا مين بقى ده؟ انت اللي باشا. وساعتها قال له تبادلني، تديني باباك وتاخد بدلتي. حتى ساعتها تامر قفش، صح يا تامر؟ ايوه مظبوط. ماشي، وبعدين؟ بعدها بكام يوم شفته بيعاكس ندى الله يرحمها. الله يرحمك يا ندى. انا بصراحه شفت الموقف ده الدم نطر في نافوخي. ما ندى دي برضه بنت حتتي وبنت يتيمه يعني وملهاش غيرنا. فقلت اروح اتكلم معاه بالهداوه كده. لسه يا دوبك بقول له يا باشا على فكره ندى دي بنت ناس ما هياش شمال. راح بقى هابب فيا وصار وقعد يزعق ويجعجع في الشارع ويقول لي ياد انت فاكر نفسك ايه عشان تيجي تكلمني؟ انا هحط رجلي على رقبه التخين هنا ومحدش يعرف يعمل معايا حاجه. انا بقى يعني كان لازم اسكت عشان خاطر دي سمعه بنت يعني انت فاهم. بس بعدها بقى تاني يوم على طول وقفني في الشارع وكان معايا شادي. واليوم يا شادي بتاع الابتسامه الساخره بتاعته دي فاكر؟ وراح قايل لي يا تامر انا عايز اتكلم معاك كده في موضوع. قلت له اتكلم يا باشا قدام شادي مفيش حد غريب. فقال لي طيب انا عايزك ما تزعلش مني وانا عايز اجي للحاج لطفي ابوك عشان اشتري عربيه بالقسط. وقال لي بالحرف الواحد مفيش ما بين الخيرين حساب. فانا قلت له يا باشا انا مش فاهم قصدك يعني. فراح بنفس الابتسامه الساخره بتاعته دي قايل لي لا انت فاهم قصدي كويس وخلينا حلوين مع بعض بدل مرازيك، عشان المرازيه مفيش اسهل منها. بس وبعدها بقى حصل اللي حصل لزياد الله يرحمه. الله يرحمه. طيب استاذ تامر معلش بس في شهود على الكلام ده؟ طبعا، يعني ده من فضل ربنا وكرمه. شوف لما ربنا بيحب ينصر حد، شادي شاف كل اللي حصل ده بعينيه. يا معلم انا شاهد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سليمي انصاري. انا مش عارف ارد جمايلك ازاي يا حنون. انت بتستعبط يا حوده. جمايل ايه؟ هو في بيني وبينك جمايل؟ اللي انت عملتيه معايا ده ست ولا ب100 راجل يا ست الكل. ست الكل في عينيك عشان انت عينيك حلوه يا حوده. هتفضلي في عناية ست البنات وست الكل، ام ضفاير، حتى لو مر على اللي بينا ده يجي 1,000,000 سنه. ست البنات ايه بعد العمر ده كله؟ قول ام البنات. امشي؟ انت مش صربع ما عفش عليا. قلت لك اقعد اتعشى مع الرجاله وانت مش عايز. ده انت حتى كوبايه الشاي ما تهنتش عليها. مستعجل على عشاء مع ام العيال. حنون عهد عليا هبات من غير عشاء. انتي الحنون كله. سلام. سلمي على العيال. حوده ما بينساش ابدا. يا عم ابراهيم ارحمنا، كفايه تربش كده. امال هننام بس على الحاجه دي ازاي يا بيه ويا مطربه كده؟ يا ابني احنا كده مش هننام، كده هنموت. قايت لك ساعتين زمن واجيب حد ينضفك. خلاص بقى بس اللي هيتحرك فيكم هطير رقبته. احنا تعبناك معانا والله يا رامي، يعني احنا معتمدين عليك بقى. ما تقلقش ان شاء الله من بكره مصر مش هيبقى وراها سيره غير اللي عمله سليم الانصاري معاكم مع الحاج لطفي. الاشكال لازم تتربى، كفايه افترا بقى. احنا معتمدين عليك، ربنا يخليك يا رامي، ربنا يجازيك خير يا حبيبي. يلا السلام عليكم. مع الف سلامه يا حبيبي. مع الف سلامه. خليك معايا في البيت. خلاص ماشي. يلا سلام يا تامر. سلام يا شادي. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. اجمد شاب بجد تامر ابو المجد. وده اجمد شاب بجد تامر ابو المجد. ايه رايك يا معلم؟ سنجفت انا ها؟ يا ابن اللعيبه الواد نازل من هنا فاكرك خضره الشريفه. 6 طلعت 10 على 10 يا شادي. انا كنت خايف منك قوي جدع يا. والصاحب ليه عند صاحبه يا تامر.
على قولك، لاننا يعني عندنا مرحله الصحاب دي من زمان. عارف يا شادي، انا ساعات كده اسرح واشرب بذهني وتخيل لو ابويا يعني كان خلف اخ بدل قرطه البنات اللي في البيت دول، هل انا يعني كنت احب اخوات اكتر منك؟ والله ابدا. انا بحبك قوي يا شادي. احمد ربنا ان انت عندك اخوات، بنات بقى ولاد شوياب مش هتفرق، المهم ان في حد من دمك موجود، مش وحداني زي كده. وحداني زيك؟ تصدق انت عارف رمه؟ ما انا رحت فين ياض؟ قد انت عشرة عمري. عارف يا شادي، احنا اصحاب بقى لنا كام سنه؟ من واحنا في حضانه داخلين في ال 25 سنه تقريبا. طب بقول لك ايه؟ احنا لازم نحتفل بقى باليوبيل الذهبي لصداقتنا. يخرب بيت امك، اسمه اليوبيل. يا عم انا عارف بقى، هو انت يا شادي على طول كده تقعد تديني دروس في اللغه العاميه الفصحى؟ ما تكبر مخك يا عم. المهم بقى لازم نحتفل. ها، كاسين ولا سجارتين ولا تشد لك لاين مع اخوك؟ وما تزيد بيرة. ماشي يا عم، اجيب لك ازازه بيره. بقابلني لو فلحت. وده ينفع برضه يا مدام حنان؟ من اولها كده رفع سلاح؟ معلش يا اخوي، اعذرنا، البنت لسه صغيره. صغيرة ايه وكبيرة ايه ياما؟ انا ما غلطتش في حاجة. ما غلطتيش ازاي؟ يعني رفعت علينا سلاح وكنت هتضربينا بالنار وما غلطتيش؟ وانت عايزني اعمل ايه يعني لما الاقي صوت 2 رجاله غرب في الاوضه اللي مقفوله بقالها سنين؟ اجي اشوفكم تشربوا ايه ولا اخدكم بالحضن؟ صح، بنتك عندها حق. سمعت صوت غريب في الاوضه راحت تشوف مين. معلش اديك قلت بنفسك اهو. سمعتي ياما ولا برضه عاوزه تطلعيني غلطانه وخلاص زي عوايدك؟ يا بنت لمي لسانك يا بنت، ما ينفعش اهزقك قدام الضيوف. وتهزقني ليه بقى ان شاء الله؟ اذا كان الافندي اللي معرفش وقع علينا من انهي داهيه قال لك اني ما غلطتش. على فكره ما غلطتكيش، بس ما ينفعش تاخدي البندقيه بتاعت والدتك. افرضي الاوضه كان فيها حراميه بجد وخدوا منك البندقيه، كان هيحصل ايه دلوقتي؟ خليك في حالك والنبي. يا بنت يا بنت عيب يا بنت، ده الدكتور اللي جاي يساعدنا. عيب، معلش حقك عليا يا دكتور، حقك عليا. معلش. مع تربيه البنات بقى والسن هنعمل ايه؟ يلا قدامي ناموا وارتاحوا كده والصبح هنا كلام تاني. يلا يا بنت يلا، تصبحوا على خير. يا مراري. ما تيجي نمشي يا سليم بيه؟ يا صباح الفل، يا صباح النور. يا صباح الخير يا دكتور. منور البلد يا دكتور. صباح الخير. اهلا اهلا وسهلا. البنات حضروا لكم بقى ايه؟ فطار 10 على 10. امال احنا يعرفوا ان احنا جينا؟ المكان كله يا دكتور عارف ان انت جيت، نورت البيت. اصل انا ايه، كل يوم الصبح كده بعمل اجتماع صغير، اجيب اسره العمل بتاعي اشرح لهم كيفيه سير العمل. زي كده فيلم ايه، مراتي مدير عام، لما كانت شاديه بتجمع الموظفين وتوزع عليهم الشغل. وهم فرحانين قوي بقى، فرحانين بيك قوي يا دكتور انت والمساعد بتاعك. الحمد لله. اصل احنا عندنا مشاكل كتير قوي مع البهايم، عايزين بقى نعرف كيف تتعامل مع البهائم لكي تدر لبن اكثر. حاجه سهله خالص بسيطه. ان شاء الله هتعلمهم. الحمد لله. ان شاء الله. الحمد لله. البنات جواهم اسئله ياما. اختاروا بقى اسئله كتير يا دكتور. يلا يا بنات. قلت لك اسئله ياما. ما تيجي نمشي يا سليم بيه؟ نمشي نروح فين؟ مش عامل اللي فيها دكتور؟ اتفضل افتي بقى. ده بيفتي في البني ادمين زي ما انت عايز، انما في الحيوانات حرام. صح. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا وليد. بلغوني سعادتك عايزني يا باشا. اقعد. حاضر. اطلب لك قهوه. الله يخليك يا باشا، شربت قبل ما انزل من البيت. وسعادتك هنا من بدري؟ اه يا سيدي. الساعه ما جاتش 8 يا باشا. ما جاليش نوم من امبارح ومطبق، قلت اجي الشغل بقى اشوف اي حد راضي فيه، لكن للاسف ما لقيتش اي حد طلع فيه همي. والله يا باشا لو اعرف انا كنت جيت بيت مع سعادتك امبارح. يا سلام. اه والله. طيب اشرب القهوه وعندنا زياره لاسم العمرانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور سليم دكتور بيطري، شاطر جدا في علم البهايم، تخصص بقر وجاموس. العلم الوفير بقى اللي في دماغه هيساعدنا ان احنا نكبر المشروع بتاعنا.
ويساعدنا ان احنا نعالج البهايم اللي عندنا لكي تدر لبن اكثر. اما الاستاذ ابراهيم التمرجي المساعد بتاعه بيشتغل الشغلانه دي بقاله 25 سنه، يعني خبره، وبرضه هيساعدنا نتعامل مع البهايم اللي عندنا. انا كده خلصت كلمتي، تيجي دلوقتي بقى كلمه الدكتور. دكتور، اول حاجه طبعا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما الست ام هند بتقول انا خبرتي كبيره جدا في علم البهايم والجوابيس والبقر، بس انتوا طبعا شغلكم من زمان، يعني احنا لو حطينا ايدينا في ايدين بعض هنعمل شغل جامد قوي، مش كده يا رجاله؟ مش كده يا ابراهيم؟ كده يا باشا. وهو الاخ اللي معاك ده اخرس ولا ايه يا دكتور؟ يا بت عيب يا بت، تلمي يا بت، ما ينفعش اللمضه دي قدام الضيوف، قطع لساني. لا ايه؟ هو مش اخرس يا شربات، معلش. عايز اقول لك بقى انه ابراهيم ده التمرجي بتاعي، وده الكل في الكل، ما بعرفش اعمل حاجه من غيره. ومعلومه بقى كمان، ده مش بيفهم في البهايم بس، لا بيفهم كمان في البني ادمين. يعني انت لو عايزه اي حاجه تروح تساليه على طول. ما تتكلم، هو انت خرصيت دلوقتي يا حزبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم ابراهيم، يعني زي ما زي ما الدكتور سليم قال عليا كده بالظبط. احنا ان شاء الله هنحط ايدينا في ايدين بعض ونبقى فريق واحد، وهنخلي الحيوانات والبهايم بتاعتكم تبقى اجدع حيوانات في الدنيا. الله الله يا ابراهيم، الله. طب ادام احنا دخلنا في الشغل على طول، في بقره حرناني من صباحيه ربنا. ما هي لازم تبقى حرانه، احنا في الصيف. ده طبيعي يا شربات. حرناني دي مش راضيه تنزل ولا نقطه لبن، واحنا غلوبنا معاها ومش عارفين نعمل معاها ايه. انت بس تتابع الدكتور سليم وتعليماته، وان شاء الله هتنزل لك لبن وكابتشينو وزبادو واي حاجه انت عايزاها. انت صفه كبيره بقى للدكتور يا بنات، سقف. يا مرحب يا دكتور، يا مرحب. قلت لك نمشي يا بيه والله. والله خطوة عزيزة صلاح باشا، نورتنا. اتفضل اشرب قهوتك. شكر. سيجارة؟ لا معايا سجاير. أنا أصلي كنت براجع في الملف بتاع قضية سليم الأنصاري، واستوقفتني شوية حاجات كده في شهادة الشهود. قلت أجي أشرب معاك شوية قهوة وأقعد معاهم شوية. يا سلام يا باشا، ده مكانك، تنورت المكان كله. عايز تشوف مين في الشهود يا باشا؟ رفاعي. الأمين رفاعي. ثواني يا باشا. أيوة يا ابني، شوف لي الأمين رفاعي فين، ابعتهولي بسرعة. ثواني يا باشا، يبقى عندك. تعرفه كويس؟ والله يا باشا رفاعي ده من أول ما جيت هنا هو كان موجود. ده واد أغلب من الغلب، يعني تقدر تقول عليه كده أول أمين شرطة كيوت في الداخلية. أنت لو شفته هتحبه يا باشا. طب وزناتي؟ ماله زناتي يا باشا؟ ده حتى كان راحة ساعة حادثة سليم، ده ما شاهدش أصلا. أنا عارف إنه ما شاهدش. أنا بسألك يعني رأيك فيه إيه؟ يعني بصراحة مستغرب يا باشا، يعني تعرف زناتي منين أساسا؟ إيه تسألني سؤال زي ده يا طارق؟ لا مؤاخذة يا باشا، ما أقصدش والله، بس استغربت شوية يعني. هو زناتي يعني واد حرك وبتاع شغل، ما بيونش، عشان كده تلاقي ناس كتير ما بتحبوش. سليم ما كانش بيحبه. والله يا باشا دي كانت حاجة غريبة جدا. سليم من أول ما حط رجله في الاسم هنا هو كان حاط الراجل ده في دماغه. سليم ده أصل كان طبعه صعب شوية، ناشف، ده كان بيمشي في الاسم يخانق دبان وشه. تعال رفاعي، صلاح بيه عايز يتكلم معاك شوية. تعال اقعد. والله مغلباني يا دكتور اخر غلب، وعملت لها كل حاجه عشان تحن ومفيش فايده. تحن؟ مقطعه قلبي يا ولدان، اصل زمتة اللبن دي وحشه، وانت سيد العارفين. ايوه عارفها، زمتة اللبن جنب صفة اللبن، عارفها. اهو البركه فيكم بقى، تلاقوا لها حل وانتوا هتغلبوا. خلاص يا بت بلاش نماضه، يعني سيبيهم يشوفوا شغلهم. انت كده معطله حبل افكارهم. هما جايين يساعدونا ولا نقعد نلوك بقى ويقعدوا يسمعوا فينا؟ هو انت ما بتردش عليا ليه يا دكتور؟ لا بفكر في المصيبة اللي احنا فيها. مصيبه؟ مصيبتك كفالة الشر. المصيبة اللي البقرة فيها. يلا يا نسوان،
يلا عشان الدكتور البيطري بقى يشوف له حل بقى. يلا يا اختي مش وقته يا اختي. يلا يلا يا اختي، يلا يا بنت. طب والنبي يا دكتور بشويش على الضرع، احسن مش مستحمله حد يجي ناحيته. اصلها حنينه قوي. ايه الدرع ادابي؟ تعرف يا ابراهيم، احنا كل ده هربانين وربنا سترها معانا. البت دي هتودينا في 60 داهيه. ما تيجي نمشي من هنا يا ابراهيم؟ يعني انت رفاعي اللي بعت العسكري بتاع الحجز علشان يروح يجيب له الدواء، صح؟ ايوه يا باشا مظبوط، تمام كده. طب ما رحتش انت ليه؟ ليه تسايب العسكري نبطشيته؟ يا باشا انا عملت اللي سليم بيه قال لي عليه بالظبط، وما كنتش راجعه في كلامه. حكيم هو بقى ربنا يفك كربه، كان طبعه حامي وكان بيهب فينا على اقل حاجه. فك كرب. ربنا يفك كرب كل مكروب يا باشا. وعند راجل اشتغل معانا وكلنا عيش وملح سوا. اصيل يا رفاعي. طب وزياد؟ ماله يا باشا؟ ما شفتوش بعد ما سليم راجع من بره؟ لا يا باشا ما شفتوش. يظهر بقى سليم بيه كان بيعمل كل ده عشان يتحرك بيه براحته ومحدش يشوفه. وجهة نظر برضه رفاعي. على فكرة رفاعي ذكي ولماح قوي، وواد جدع كده وصاحب صاحبه. وزناتي. زناتي؟ مش صاحبك وحبيبك ده ولا ايه؟ اه يا باشا زناتي كويس، الحمد لله كويس، بس هو في مأمورية بره. طيب ما تنساش انت تسلم لي عليه. الله يسلمك يا باشا. طب وسليم الأنصاري قتل زياد ليه؟ ولا هو اللي ما قتلوش؟ يا باشا النيابة قالت هو اللي قتله، هو أنا هعرف أكتر من النيابة؟ يعني خلصانة بختم النسر. عندك حق. طيب ايه اللي ممكن يكون بينه وبين الواد زياد ده عشان يقتله؟ ربنا العالم بقى يا باشا. الواد كان صاحب مرض، وأكيد سليم بيه ما كانش قصده يجيب أجله، لكن هنعمل إيه؟ خلصانة بميعاد. أحمار يا باشا. أعمار. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي، ما تنساش تبقى سلم لي على صاحبك. ها؟ قول له صلاح بيه بيسلم عليك كتير قوي، وخليهم يشوفوا لي فين وليد بيه علشان عاوز امشي. بسم الله بسم الله. انت متاكد يا ابراهيم ان انتهى؟ بسم الله. ما هو يا بيه قدامك اهو. هيا دكتور ايه الاخبار؟ انا قلت لكم مش عايزين حد يخش علينا، سيبونا نشوف شغلنا. اتفضلي بعد اذنك. وبعدين يا ابراهيم الناس دي لازم تيجي تلاقينا حالبين الجاموسه. طب انا هعمل ايه يا بيه؟ ده شكلها الجاموسه دي عامله رجيم، هتنزل لنا لبن دايت في الاخر اهو. بسم الله. ها يا دكتور. بسم الله. ها يا استاذ ابراهيم، زمانكم قلتوا بقى الست دي ورطتنا وخلعت وسابتنا مننا للجاموسي. يعني الواد زناتي ده عليه علامات استفهام. وانا بدردش مع الامنا والظباط عرفت ان زناتي ده شمال، ورفاعي ده مش وراه في كل حاجه. وسعادتك ما طلعتش من رفاعي ده باي حاجه؟ للاسف كل كلامه كذب في كذب، ما عرفتش اطلع من كلامه باي حاجه ممكن اصدقها ممكن تبقى صح. كله كذب في كذب. معنى كده بقى ان سعادتك هتصدق كلام سليم؟ لا مش معنى كذب رفاعي ان صدقت سليم. احنا هنستنى شويه، هناخد كل الكذب ده ونصفيه ونحاول نطلع منه بحاجه بجد. سعادتك لسه مصر برضه ما نجيبش الواد زناتي ده عندنا في المكتب ناخد منه كلمتين؟ وهنجيبه نعمل بيه ولا هو متهم ولا هو شاهد. خليه كده يشوفنا احنا بنعمل ايه واحنا نتابعه ونعرف رد فعله ايه. تمام سلام. وفيها مقطف ميعاد انهم يسالوك، هو انت مش شاهد في القضيه بتاعت المحروس سليم الانصاري؟ لا يا زناتي، انت ما شفتش الضابط اللي اسمه صلاح ده عامل ازاي؟ ده زي ما يكون مخاوف نفسه وعارف كل حاجه. شفته وعارفه كويس، انت بس اللي خفيف وبتخاف من اي حاجه. طب انا خفيف وعيل كمان يا عم، ارتحت بس لحد كده وجبرت، خلصانه بفيونكه، انا مش هروح في داهيه يا زناتي لوحدي. بقول لك ايه، لا ده وقت ولا ده مكان. يلا نروح وبقى تعالى عدي عليا نتغدى في البيت ونشوف هنعمل ايه. تعرف عشان تعرف انك كنت حمار، وبعد كده اي حاجه يقولها لك ابوك تسمعها وانت ساكت. ماشي يا حاج، بس الشهاده لله الواد طلع فورا،
انا مجرد ما بخيت له الكلمتين قلب الدنيا على الانترنت. الناس في المنطقه بيتعاملوا معاه كاني نجم سينمائي. انا قلت لك يا ابني العيال دي عارفه سكتها كويس قوي. اهم حاجه دلوقتي ان الواد ده يبقى تحت باطك على طول. حاضر يا حاج. بعد كده اي حاجه اقولها لك تسمعها وانت زي الجزمه القديمه، فاهم؟ اياد مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني يا حاج، انا اقدر اتكلم. والله فيك الخير يا فاطمه. بتوع الجمعيه ما حدش فيهم سأل عليا، بنيجي شهر وزياده. الدنيا تلاهي يا ناديه، معلش. يا سلام، ولا حتى تليفون. معلش ملحوقه، انا هربيهم واحده واحده يوم ما اروح لهم الجمعه الجايه. الجمعه الجايه؟ الجمعه الجايه. انت نسيتي يا فاطمه ان احنا رايحين البدرشين عشان نوزع هدوم على الغلابه اللي هناك؟ وانا جايه لك عشان كده يا ناديه. عشان ايه؟ ما تتكلمي على طول، في ايه؟ ما بلاش تروحي المشوار بتاع يوم الجمعه الجايه ده. ما ينفعش اروحه ليه يا فاطمه؟ يعني مشوار متعب عليكي، وانت يا حبيبتي فيكي اللي مكفيكي. وانا امتى اشتكيت من مشاوير الخير؟ ده انا لفيت مصر حته حته في عمل الخير. ما هو عشان كده انا عارفه ان انت عملتي بزياده قوي، واني الاوان بقى انك ترتاحي. وانا كنت اشتكيت لك يا فاطمه؟ فاطمه في ايه بالظبط؟ اتكلمي على طول. بصي يا حبيبتي، يعني انا انت طبعا عارفه ان انت اختي وغاليه عليا، بس بصراحه الكلام اللي بيقولوه في الجمعيه يعني مخوفني عليكي ان يضايقك، وما ينفعش ان في واحده يعني تسمعي كلمتين يضايقوكي. ما ينفعش ليه يا فاطمه؟ ومين دي اللي هتستجري وتجيب سيرتي انا ولا ابني؟ كتير قوي. ده على فكره كانوا بيصوتوا، عاملين تصويت علشان يشيلوكي من مجلس الاداره، ولولا انا اللي وقفت لهم. ما هم بيقولوا ان ما ينفعش، يعني ما ينفعش يا فاطمه؟ ما ينفعش يبقى في واحده في مجلس الاداره وابنها مجرم وهربان من قضيه تعذيب. ما نسيوا ان انا لميتهم من قعدات النميمه اللي في النوادي وخليتهم يعملوا خير في حياتهم؟ نسيتي يا فاطمه ان انا وابني اللي جبت لهم حقهم في الميراث اللي كان هيتاكل؟ ولا نسيتي؟ والله يا حبيبتي ما جابني عندك النهارده الا معزتك عندي وخوفي عليكي، وان حد يقول لك كلمه وحشه ولا يسمعك كلمه تضايقك. فكري في كلامي وما تزعليش مني. ربنا يا حبيبتي يفك كربك ويزيع عنك. عن اذنك. بالله يا ربي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيش حاجة يا ابني، اتفضل. اتفضلي يا ست. بسم الله ما شاء الله، وجابت كل ده. دي ما كانتش راضيه تنزل ولا نقطه. اللي هي كان عندها ايه؟ هي كان عندها ايه بقى؟ ستريس. ستبيكس. ايوه الاستريكس ده مرض خطير منتشر بين الحيوانات، وده نتيجه على ان المواطنين بيهينوا الحيوانات ويشتموها، وانتوا عمالين تشتموها ليل ونهار يا جاموسه يا جاموسه، فتعبت واكتئبت ومنعت اكله، ولذلك منع اللبن. بعد تشخيص الدكتور وتعليماته بيقول ان انتوا لازم تحترموها وتغيروا لها نوع البرسيم ده وتحطوا لها برسيم 92 ابو نوره ده. بعدين احنا ظبطنا لك خلاص، انا احلبها كل 3 شهور، انا مش فاضي لك بقى كل شويه شوفي شغلك. العفو يا دكتوره اني ما قلتش كده. طب يلا يا بنتي، في ايه اللي بتاع انت فيها دي؟ يلا يا اختي انت وهي، يلا خلصنا هنا، يلا نشوف حته تانية نشتغل فيها. متشكرين قوي يا دكتور، مش عارفين نعمل ايه من غيرك. كتر خيرك يا دكتور. اللي ايه استريكس ده بيه صحيح؟ هو ده اللي مزعل حضرتك قوي كده؟ فاضل ايه تاني يا حسام؟ كسرة نفسي وإهانة، كمان يقولوا على سليم ابني رد سجون. ده يرضي ربنا ده؟ لا طبعا ما يرضيش، هما ما يستاهلوش دمعة من دموعك. عامة كويس ان انت عرفتيهم على حياتهم. مستكترين عليا اشوف الفرحة في عيون الناس الغلابة وانا بوزع عليهم الهدوم، واسمع لي دعوة ولا دعوتين. ده يرضي ربنا يا ابني؟
اوعى تجيب لها سيره يا حسام. أنا جيت يا مش ماما. ناقصة. اهلا يا حبيبتي. ايه ده؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبتي، اصل انا كل ما بشوف حسام بفتكر سليم. ايه ده يا طنط؟ ده هيخليني ما اجيش كده. لا يا حبيبي، انت تنورني في اي وقت. شوفي حسام يشرب يا سما. شاي كويس؟ لا انا كده كده هقوم امشي. على طول كده؟ ورايا مشاوير. بس احنا مش اتفقنا هتقابل يوم الجمعه؟ ايه ده؟ تقابلوا يوم الجمعة ليه ان شاء الله؟ ماما انت استغليتي فرصة ان انا مش موجودة وخدتي ميعاد مع حسام؟ لا مش القصد، لا. هو بس طنط حكت لي على الخير اللي هي بتعمله والجمعيات بتاعتها، فانا قعدت ازن عليها لما حد ما قالت لي انها تاخدني معاها البطرشين نوزع هدوم. ان شاء الله. كده ولا ايه طنط؟ تيجي معانا سنة؟ هاجي معاكم طبعا، ما هسيبكم لوحدكم ولا ايه؟ تعالوا يا بنات، تعالوا يا بنات سلموا على الدكتور والمساعد بتاعه. يا اهلا تعال. يا اهلا وسهلا. بسم انت الله. شفت بقى هند قبل كده صح؟ شفتها. ازيك يا هند؟ دي القمر بقى الوسطانية بتاعتي هالة، ودي اخر العنقود الجميلة هنا. بسم الله ما شاء الله، ايه العسل والقمر ده؟ انت في سنه كام بقى يا هنوشه؟ أنا في 5 ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. ويا ترى بقى شاطره بقى يا هنوشه في المدرسه ولا؟ خالص، ده أنا شاطرة جدا، ده أنا بطلع الأولى على المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. وانت في سنه كام يا هلولو؟ في تالتة اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله. هو احنا مش هنطلع بقى ولا اللي هنفضل في الهري كتير اللي ملوش لازمة ده؟ لا مش هنفضل في الهري ده ولا حاجة. يلا خدي اخواتك واطلعي على فوق وغيروا هدومكم وصلوا لغاية ما اجيلكم. يلا. ما شاء الله. ربنا يخليهم لك يا مدام حنان ويبارك فيهم ويفرحك بيهم. تربية العيال صعبة والله، وخصوصا البنات. وهمهم بيبقى أكبر لما يبقوا عايشين ومش عارفين إن كانوا يتامى ولا ليهم أب. هو ايه الموضوع ده يا ست حنان؟ انتوا فعلا مش لاقيين ابوهم؟ ما نعرفش يا أخويا أبوهم فين. قالوا اتخطف، لا عارفين مين اللي خطفه ولا عارفين اللي خطفوه عملوا فيه إيه ولا عايزين منه إيه. وبعت مرسال و2 و10، محدش رد عليا قال لي حاجة. قالوا لي بعد 3 سنين تقدري تطلعي ورقة وتقولي إنك متطلقة، بس أنا مش عايزة أعمل كده. أنا حاسة إنه هيرجع، حاسة إن هو في حتة ومش قادر يجي، بس مصيره هيظهر. وحيد الله كده يا ست حنان، ربنا يقرب البعيد ويرجعه لك بالسلامة إن شاء الله. والله تعبانة في تربية العيال، وتعبانة قوي قوي في إدارة المشروع. مش عارفة ألاحق على إيه ولا على إيه. رجالة البلد كلهم طمعانين فيا وطمعانين في مال البنات، مش عارفة ألاقيها منين ولا منين. أربي بناتي ولا أدير المشروع ولا أحرسهم ولا أخد بالي بالبهايم، مش عارفة أعمل إيه. أنا لو عايزة أشوف نفسي كنت شفت نفسي من زمان، كنت اتجوزت حودة. بس أنا ماليش في الشقاوة وماليش في الأكل الحرام، اخترت أبو البنات طيب وغلبان وبيحبني وعايز يفتح بيت، واتجوزنا وربنا رزقني بالبنات الجمال دول.